السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في الحلقة التانية من شرح بوكس كاتر على بلندر، وهنكمل على ما بدأناه. هنفتح بلندر عادي، select all، هنمسح كل حاجة وهنبدأ من الأول. هنضيف كيوب وهندوس على بوكس كاتر زي ما احنا عارفين. هنبدأ النهاردة بإيه؟ طبعا عرفنا ازاي نعمل الكاترز البسيطة في الحلقة اللي فاتت، والنهاردة هنكمل. النهاردة عايز أتكلم على جزء جوه بوكس كاتر اسمه كاستم شيب. كاستم شيب هو بيعمل حاجة سهلة جدا، بسيطة، ولكنها بتسهل عليك الشغل جدا. يعني افرض انا دلوقتي عملت، ثواني نشغل سكرين كي، تمام، عشان اي حاجة نعملها تبان على الجنب هنا. دلوقتي انا شغلت بوكس كاتر عادي وعملت كاتر هنا، ودوس على اي عشان اكسترود الكاتر بتاعي. عملت كاتر تاني، لو دوست كليك شمال هلغي الكاتر. وعملت كاتر تاني هنا، وكاتر تاني هنا، تمام، وكاتر تاني مثلا اي عشان اعمل اكسترود لجوه، تمام. انا عملت دلوقتي 4 كاترز هنا، وليكن دول الكاترز انا عملتهم عشان ابين تفاصيل حاجه معينه. شيفت ايه، هنجيب بوكس جديد، جي واي نحطه جنبيه. وعايز اخد نفس الكات، يعني اكيد مش لو عايز اعمل نفس ال4 كاترز دولت مش هقعد اعملهم واحده واحده. هعمل ايه؟ لو عايز اجيب القائمه بتاعت بوكس كاتر هدوس على حرف الدي عشان اجيب القائمه العاديه اللي احنا عارفينها. في هنا سيركل وانجون وبوكس وكاستم. انا عايز اجيب الكاستم بطريقه تانية، هدوس كنترول دي، هتجيب لي القائمه دي برضو قائمه بوكس كاتر. هختار كاستم واحدد الاوبجكت دوت وهدوس سي. اول ما ادوس سي هو كده خد اللوكيشن بتاع كل قطر من دول، وهاجي هنا. بص لما اجي اعمل قطر ايه اللي هيحصل؟ نفس الشكل بالظبط. اكسترود القطر بتاعي وعملت خد نفس الشيب بتاع الكترز وعمله لي الناحيه التانيه بدون اي مجهود. لو جيت عملت هنا كترز تاني، نفس الشيب بمنتهى السهوله وبمنتهى البساطه. فكده عرفت ان انا لو عايز اخد كوبي من الكاترز اللي انا عملتهم في اي اوبجكت، اي تفاصيل، اقدر اخدهم زي ما هم واعملهم فين؟ في اي اوبجكت تاني. تمام تمام. ايه تاني عايز اقوله؟ عايز اقول حته تانيه، اقدر اعمل كرييت. دي مهمه جدا بقى. يعني انا ممكن افضل اجرب في كاترز معين انا عايز اعمله بشكل معين، يعني انا دلوقتي معايا مكعب عمال اجرب فيه كاترز كتير، وعايز اجرب بقى، يعني خلاص خدت شكل الكاترز وعايز اعمل له كرييت. هو كده كده لسه مسيف نفس الكاترز اللي احنا قلناه. فلو جيت عملت كده ايديت، نرجع تاني. لو جيت هنا اخترت ان انا عايز ايديت وحددت اي مكان، دوست اي اكسترود، واقدر اعكس الاكسترود. تمام تمام. نفس الايه، هو مقلوب بس اقدر اعمله من فوق تاني عادي، مفيش اي مشكله. خلاص انا معايا الشكل، اقدر اعمل فيه اللي انا عايزه. تمام تمام. ايه تاني اقدر اعمله؟ ايه سيلكت اول. اقدر لو انا عندي شكل في الخلفيه والشكل ده التفاصيل بتاعته مش باينه قوي وعايز اظهره، يعني عايز اعمل فيه كاترز كتير، عايز اخليه شكله سكايف شويه، فضائي خيالي، بسرعه. ازاي اقدر اعمل ده بسرعه؟ تعال اقول لك ازاي تعمل ده بسرعه. حدد بوكس كاتر واحدد كاستم. يعني هاجي هنا الاول، كاستم شيب، هو كده كده انا واقف عليه. هدوس سي كده، انا حددت ان انا عايز اعمل كاستم جوه الشكل دوت. لو انا عملت كاتر هنا، عشان احنا محددين كريت، نرجع تاني للكات. فانا عملت كاتر هنا عادي. بص لما اجي اعمل كاتر تاني، نسخ لي الكاتر هو تاني، يعني خد منه كوبي وبقى موجود معايا تاني. تمام تمام. بص لما اجي اعمل كاتر تالت ايه اللي هيحصل؟ الاتنين كاترز اللي انا عملتهم بقى موجودين معايا. طب لو عايز اعمل كاتر تالت، ال4 كاتر اللي انا عملتهم بقوا موجودين معايا بمنتهى السهوله. تمام تمام. كل ما اعمل كاتر سواء كان بقى صغير او كبير هو موجود معايا. تمام. اكسترود، نجيب بوكس جديد، شيفت اي كيوب جي واي. كل الكاترز اللي انا هعملها تفضل موجوده معايا على طول.
عملت كاترز في شكل مينت شادو، عملت كاتر في مينت. لو جيت على الجنب هيحفظ، ممكن يفضل يسيف معايا اي كاترز انا بعملها. طب عايز ابدل بين الكاترز، اقدر اعمل ده ازاي؟ تحفه تحفه فنيه. ده عملت غرفه في اقل من دقيقه، واقدر بقى احط الكاميرا جوه هنا، اقدر اعمل انيميشن لاي حاجه من دول بمنتهى السهوله. يعني بوكس كاتر حقيقي فيه قوه. انا بحب الادون دي، انا بشتغل بيها على طول وبحبها، بشتغل بيها في اي حاجه، بطلع لي شغل مذهل يعني في ثانيه. هو طبعا ده شغل عشوائي يعني، انا بس عايزك تعرف الفكره، عايزك تعرف انت اللي تجرب بنفسك. جرب وهتطلع حاجات. يعني لو حطيت شويه بوكسات ورا بعض، حطيت كاميرا، عملت انيميشن، ممكن تطلع شويه اشكال تحفه. تقدر تبدل ما بينهم يعني، تقدر تبدل ما بينهم بمنتهى السهوله. طب هو دلوقتي لسه محتفظ ليا بنفس الشكل، لو جيت دخلت هنا كاستم كاتر نفس الشكل. طب عايز الغي بقى الشكل، يعني عايز ابدا من الاول. وهنا عمل كاترز جي واي. اه ده البوكس لسه ما اتشالش، ماشي. عايز الغي الشكل دوت، كنترول دي، واختار بوكس، واشتغل عادي زي ما انا بشتغل. والكاستم كاتر موجود. عايز الغي الكاستم كاتر، ادوس كنترول دي واختار كاستم واختار سي. اول ما ادوس على السي هو يعمل لي زي كوليكشن كده بس برمجيه خاصه بالكيوب ده. تمام تمام. برضه لو طول ما انت على كاستم كاتر، اي كاتر بتعمله هو بيسيفه وهيرجع يعمله لك تاني. كل كاتر هتعمله هيسيفه ويرجع يعمله لك تاني. نراجع اللي احنا قلناه بسرعه. كاستم كاتر كنترول دي، هقدر احددها كده البوكس الكاتر العادي. كنترول دي واختار كاستم. بس عشان مفيش، هو هنا ليه مش جايب لي كاستم؟ عشان مفيش اي اوبجكت. لو في اي اوبجكت هختاره وهعمل فيه كاستم، واقدر اكررهم كذا مره في اي اوبجكت تاني موجود بمنتهى السهوله وبمنتهى السرعه. ودلوقتي هنتكلم على تريكايه برمجيه في بوكس كاتر حقيقي تحفه، اللي هي بيفل وتشامفر في نفس الوقت. يعني ايه بيفل وتشامفر في نفس الوقت؟ اقول لك دلوقتي. لو انا جيت شيفت ايه، اضيف كيوب جديد، وعملت كات كده عادي، نزلت بيه. لو دوست على حرف البي هيعمل لي بيفل. تمام. واقدر اتحكم في البيفل من خلال الويلز، ازود او اقلل، او ازود البيفل او اقلل. تمام. لو انا رحت لحد الاخر ورجعت بقت شامفر، يعني عمل حد للحواف. ودي بنستخدمها كتير جدا 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 في الماشين. يعني اقدر اعمل اصلا اغلب الحواف بتاعت الماشين بتبقى تشامفر. طب لو رحت لحد الاخر تاني ورجعت، رجع لي تاني للبيفل. اروح وارجع تشامفر، اروح وارجع بيفل. وانا شايف ان دي حاجه كده باورفul في بوكس كاتر بالذات، اللي هو بتسهل عليك الدنيا. بدل ما تلغي الكتر ترجع تعمل كتر تاني، وعشان تعمله تشامفر، لا، طن 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 رجعت تاني، طن طن. هو خلاص هو فاهم انت بتعمل ايه. مجرد ما الاتنين بيلمسوا بعض في الحد الاخير، بيروح محول للبيفل، وممكن يحول للتشامفر. تمام تمام. ايه تاني؟ هل بوكس كاتر لازم انا، يعني انا دلوقتي عملت كاتر هنا، لازم انا اللي احدد وانزل بيه لحد معين؟ طب افرض انا شغال بمقاسات، يعني معايا بروجكت وشغال بمقاسات معينه، اقدر اعمل ده ازاي؟ تعال نخش اول مره هنا على الضغط. هنختار ايه؟ هنختار شيب. الحاجات دي هنتكلم عليها واحده واحده. اختار شيب، وهنزل هنا كده بيقول لك ايه، ليزر ديبس، واختار 0.2 3 4 حسب ما انا عايز. مثلا ممكن اختار 0.3، ده انا عايز انزل اللي هو 3 مللي. تمام تمام. هاجي هنا، هدوس. لو دوست مسطره هو هينزل 3 مللي بالظبط وهيقف. لكن قبل كده، يعني بص كده، قبل كده لو فرناه زيرو، لو عملت كتر، دوست مسطره، هينزل للاخر، هيعدي من خلال المش كله. طب تخيل انت مثلا بتعمل مش كبير، عربيه مثلا او ايا كان، فمش عايزه ينزل ويخترق كل حاجه يروح لحد الناحيه التانيه. تمام. فدي بتساعدك جدا. مثلا خليناها 0.4، وعملت كتر هنا، دوست مسطره هينزل 4 بالظبط وهيقف. دي بتساعدني جدا في حته المقاسات بالذات. يعني انت مثلا عايز تعمل دبس في هنا كده في العمق شويه، مسطره خلاص هو هيخش لحد 4 وهيقف. تمام تمام. طب افرض انا عايز اكرر دوت، هنتكلم عن الاري الحلقه الجايه. ودلوقتي عايز انسخ نفس الكتر، اقدر اعمل ده ازاي؟ ركز معايا. كنترول
وهدوس مرتين في اي حته في المش هيكرر نفس الكتر. تعالى بس نعيدها تاني. كنت يعني انا وقفت هنا، انا بدات من هنا، لو دوست كنترول وتكتين في اي حته في المش هيكرر لي نفس الكتر اللي هو بيكرر نفس الكتر الاخير. تاني كنترول ومرتين في اي حته هيكرر نفس الكتر على طول بمنتهى السرعه. طب دي ممكن تنفعني في ايه؟ اقول لك ممكن تنفعني في ايه. دلوقتي انا هنا انا كده كده محدد المقاس، يعني محدد هو هينزل لحد فين بالظبط. نغير دي مثلا نخليها 7، ونغير دي نخليها سيركل. انا عملت سيركل هنا، تمام. دوست مسطره، السيركل نزلت لحد 7 بالظبط وراحت واقفه. اقدر اعمل ده ازاي؟ كنترول تكتين بالظبط. هنا تاني، هنا تاني، 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 بمنتهى السرعه. طبعا التوبولوجي هنتكلم عليها بالتفصيل، لان الحاجات دي التوبولوجي بتاعتها من جوه بايظه. هو طبعا لسه مفيش ابلاي، في طريقه اعمل بيها ابلاي بسرعه وهنشرحها بالتفصيل لما اجي اتكلم على هارد اوبس. بس دي كده كل البوليانز اللي انا عاملها. يعني لو جيت دخلت هنا على الضبط، دي كل البوليانز اللي انا عاملها. اقدر اعمل ابلاي لاي بوليانز ازاي؟ هاجي هنا ادوس ابلاي، 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 هفضل ابلاي كل واحده لوحدها. لو اجي بقى اخش كده اشوف التوبولوجي، التوبولوجي في ذمه الله. الحاجات دي انا يعني في حلقه كده كامله هنتكلم فيها ازاي تعالج التفاصيل وتطلع مش مظبوط. تمام تمام. طب وفي طريقه تانية، في طريقه في هارد اوبس ان انا لو رجعت كده، كل دول موجودين كده كيو، وهروح دايس هدوس هنا سمارت ابلاي، خلاص كلهم اتعمل لهم ابلاي في ثانيه. فالسلسله اللي بعد دي على طول هي هارد اوبس. تمام. احنا كده كده بنستخدم الاثنين مع بعض، بنستخدم بوكس كاتر وهارد اوبس، هما الاثنين هتلاقي العلامه بتاعتهم هنا مع بعض. خلينا نكمل في بوكس كاتر. اخر حاجه قلناها ان انا اقدر اعمل تكرار لاي كاتر انا كنت عامله قبل كده، اللي هو اخر كاتر يعني. كنترول وتكتين هيعيد لي نفس الكاتر بمنتهى السرعه. تمام تمام. وعرفنا الحته التانيه اللي هي، نرجع تاني، اللي هي بيفل وتشامفر في نفس الثانيه. نروح كده هنا بي عشان اعمل بيفل، رحت الاثنين لمسوا بعض في الاخر ورجعت بقت شامفر. تمام تمام. اقول لك على حاجه تانيه. لو انا دلوقتي عملت كاتر عادي ودوست بي وعملت له بيفل، تمام تمام، وعايز اعمل له، يعني بص عايز اعمل بقى ايه، الجزء اللي تحت دوت انا عايز اعمل له بيفل برضه. مش لازم ادوس ابلاي وبعد كده اروح جايب اظهره. يعني افضل ادور عليه هو انهي واحد، في سكرول، وادور عليه هو انهي واحد، واروح داخل على الايديت مود واجي كده من تحت وايه. لا، في طريقه تانية في بوكس كاتر اسهل بكتير من كده. هو بتتعمل ازاي؟ تاني نجرب. لحد تحت، بي عشان اعمل بيفل، تمام. لو دوست على كيو، يا الله، في ثانيه، في ثانيه عمل لي بيفل من تحت. مش مظبوط، توبولوجي مظبوطه بمنتهى السرعه. انا شايف ان دي حاجه بمنتهى القوه في بوكس كاتر. تمام. فاحنا ممكن نرجع دي زيرو تاني عشان احنا كده كل مش بنعمله هو متحدد. لكن لو جيت هنا دلوقتي خلاص حددت، دوست ثرو، هيطلع لحد الناحيه التانيه. تمام تمام. والحلقه الجايه هنتكلم على الاري بالتفصيل، ازاي اعمل اري جوه بوكس كاتر، لان فعلا الاري اقدر اعمل تكرار بسرعه جدا وبتفصيله هندسيه. شكرا جدا ليكم في البارت التاني، واتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.